اسمعني يا أخي محسن، أخي محسن اسمعني، الله يرضى عليك، أنت أخي وسندي، ابني يا من مامع الله عبد الرحمن من الرابع عاجل وبهله يا من على الورث حقي سلمه لا يده أول ما يكبر. خير يا أخي، ما أدقلكش يا أخي صالح، شو بهله سعم ابني. أيوة أنا واثق ما معي يا أخي محسن، لا تسخش علي. أشهد أن لا إله إلا الله، أخي صالح، أشهد أن أخي صالح محمد الرسول. أخي صالح، لا أخي صالح أخي صالح الله يرحمك يا أخي صالح، الله يرحمك يا أخي صالح. أخي صالح مات، والورث يا أخي في أمانتي ما تقلقش، وابنك في أمانتي. استودعتك الله يا الله. دحين كيف أفعل بأخي صالح؟ الله يرحمك يا أخي صالح، لكن حرام وطلاق الورث ما يسوي ابنك. شو تضحك علي؟ شغالة ابن البهيم أجيبها رسالة، شغالة ابن البهيم أجيبها. يا عبد الرحمن، كيف أنت يا ابن أخي؟ الحمد لله. كيف حالك؟ أشياء الحمد لله. اجلس صوب أشياء جاب لك موضوع. طبعا بعد لما أبوك مات توفى الله يرحمه، الله يرحمه، يعني حملني إني أوبه لك، تمام؟ وأنت شي تكون لي طايع، أنا عمك دحين ما قام أبوك، تمام يا عبد الرحمن؟ تمام. أيوة، وأي حاجة تحتاجها كلمتني، ما تقلقش. يا عم، والورثة اللي طرحها عندك أبي؟ ها؟ الورث؟ أي ورث؟ نتكلم بهذا الموضوع فيما بعد. سهل. دحين اسمعني يا ابني، أنا جهزت لك حاجة حالية، سير البس وعنخرج أنا وأنت. سير يلا حضر. بس اسمعني، أنا اليوم مستدعيتك بموضوع مهم، خارجني الله يخارجك. ايش الموضوع يا اخي؟ الورث حق ابن أخي، تمام؟ يعقدوا فيه. ايش ناوي تفعل انت يا اخي؟ تكلم. اللي ناوي يشب عليه، احنا شي نستثمر هذا الورث الزلط. ما عليك، انا شاطر احص ابن اخي باي طريقه، بس قول لي بايش تستثمر. عند اللي عايز الشي تجاره، الشي زلط، عيب عليك. عند اللي عايز يستثمر لك. ايش؟ استثمار عالمي زلط بعدين. اي شيء. عيا واحد الحين بيتاجروا في المخدرات. وزلط. مخدرات. لا لك دخل ولا شيء، انت تجي زلطك واستثمار عالمي ويشتغلوها الناس، احنا ما علينا شيء، احنا نعرف الارباح. مخدرات لكن ولا عثر جيل في شهر رمضان يا بسام. اسمع لك على التوب، قد اخذت حق ابن اخوك على عجل التوب اليوم. خلاص اهداء. فهمني؟ لا اهداء خلاص. طيب بعدك. ولا عليك الا زلط. خلاص اهداء. فهمني؟ لا اهداء خلاص. يا عم، ما توقعتهاش إن أنت تفعلها زيت في شهر رمضان. ولا عليك الا زلط. يا بسام انا خايف ابن اخي يكتشفنا باي حاجه. ما عليك، ماشي داري بالموضوع، لا حد داري بالموضوع، ما بيننا ولا تمام. الله المستعان يا عم، تخاف من ابن أخوك ما تخافش من الله، زيت في شهر رمضان يا عم. لو هو على الزلط ولا على الورث يشيلوا الجنة الزلط، بس هكذا يا عم تفعل هكذا على مشروع. سهل لو هي زلط يشيلوها الجن بالزهاري والميلاد. حسبت ان انت بتكون قدوتي بعد ابي. وهذا ابن اخوك. ها؟ وهذا ابن اخوك. ايوه هذا ابن ما اخوك. قال الله خلاص تفعل بها هذا قال الله خلاص. يا بسام انت اديت لي الفكره عادك تقلب معه. ايش من فكره؟ انا اكلمك نصيحه وجه الله. انا اتخيل يعني ولد هذا الشيء المفروض تعتبره ابنك. يعني ما توقعتش منك هذه يا والله. بس طلع امي.